أسعد الله فضل طابت أوقاتكم. من الفضاء الإريترية نحييكم ونقدم إليكم نشرة أخبار المساء، ولكن في البدء نستهلها بأهم وأبرز العناوين. مستشفى عتاق حمص للولادة يحسن جودة خدماته. مؤسسة الغلال والمواشي تقدم الجرارات بأسعار مناسبة في صنعاء. الاتحاد الوطني للمرأة يعزز تنظيم المرأة لمكافحة الممارسات الضارة في إقليم القشبركة. غارات إسرائيلية على طهران وهجمات إيرانية على دول المنطقة. ماكرون يعلن زيادة حجم ترسانة فرنسا النووية. انتهاء مناورات أمريكية يابانية فلبينية مشتركة غرب تايوان. مرحبا بكم من العناوين إلى التفاصيل. أفاد المدير الطبي لمستشفى عتاق حمص بأسمرات دكتور داويد استيفانوس بأن المستشفى قد أجرى تحسينات كبيرة في جودة الخدمات التي يقدمها بفضل إدخال المعدات الحديثة والكوادر الطبية من وقت لآخر. وذكر أن المستشفى أجرى حوالي 3000 عملية قيصرية في عام 2025، وأن معظمها كانت للأمهات القادمات من المديريات، مما يدل على تزايد الوعي لدى المواطنين. وأضاف أن المستشفى يقدم أيضا خدمات طبية واستشارية للفتيات والأزواج الذين يعانون من مشاكل الإنجاب، فضلا عن فحص سرطان عنق الرحم، إلى جانب خدمات الأمومة. وحث الأمهات على المراقبة المستمرة وطلب الرعاية الطبية الفورية من أجل سلامتهن وسلامة أطفالهن. وأكد الدكتور أبيل أبراهام والممرضة بانا تخلي بأنه تم حل النواقص في المستشفى للوصول إلى تقديم خدمات متكاملة. وأوضح المواطنون القادمون لتلقي الخدمات بالمستشفى بأنه من المفيد للرجال الذين يرافقون زوجاتهم التعرف على حالتهن عن قرب. هذا ويقدم مستشفى عتاق حمص للولادة خدمات الأمومة والتطعيم للأطفال دون سن الخامسة وختان الذكور ولقاح التهاب الكبد بي وتطعيم ل14 نوعا من اللقاحات وخدمات الصحة الإنجابية. قدمت مؤسسة الغلال والمواشي خدمات الحراثة بالجرارات بأسعار مناسبة في مديرية صنعاء، وذلك في إطار دعم المزارعين خلال موسم الزراعة. وقد بدأ تنفيذ هذا البرنامج منذ منتصف شهر فبراير، ويشمل 16 إدارة ضاحية، حيث تم إنجاز عمليات الحراثة بالفعل في 5 إدارات ضواحي حتى الآن. وأوضح أحد مسؤولي المؤسسة السيد زكريا قبريسوس أن تكلفة خدمة الحراثة تقدم بأسعار رمزية. وأكد المزارعون أن هذه الخدمة لا تساهم فقط في توفير الوقت والجهد والتكاليف، بل تساعد أيضا على الانتقال من أساليب الزراعة التقليدية إلى الزراعة الحديثة، مطالبين باستمرارها مستقبلا. من جانبه أشار خبير التنمية الزراعية في مديرية صنعاء الشاب عقباي مبرهتو إلى أن توفير الجرارات في الوقت المناسب بداية الموسم الزراعي له أثر إيجابي كبير، موضحا بأن خطة هذا العام تستهدف حراثة نحو 1860 هكتارا مع استفادة الفئات محدودة الدخل من هذا البرنامج. ودعا المزارعين إلى استكمال تجهيز الأراضي يدويا بعد الحراثة الآلية لضمان الحصول على أفضل النتائج. نظم الاتحاد الوطني للمرأة سلسلة من اللقاءات التوعوية في إقليم القشبركة ركزت على تعزيز تنظيم المرأة ومكافحة الممارسات الضارة، إضافة إلى دعم دور المرأة في المجتمع. وخلال اللقاءات التي عقدت في عدد من المناطق والمديريات، أكدت قيادة الاتحاد أن الجهود المبذولة تهدف إلى رفع مستوى الوعي بين النساء وتعزيز مشاركتهن في الأنشطة التنموية والاجتماعية، وتمكينهن من خلال التدريب وبناء القدرات على ترسيخ دورهن في مختلف القطاعات. وفي هذا السياق أكدت مسؤولة فرع الاتحاد الوطني للمرأة في مديرية غردات السيدة عافية صالح ومدير المديرية السيد إسحاق طعوم بأن مهمة تعزيز تنظيم المرأة لا ينبغي أن تؤجل، باعتبارها مهمة لا تخص جهة بعينها، بل هي مسؤولية الجميع، مشددين على ضرورة إعطاء هذه المهمة الأولوية. كما شدد المشاركون على أهمية تكاتف الجهود بين الجهات المعنية لدعم قضايا المرأة والعمل المشترك للقضاء على العادات الضارة التي تؤثر سلبا على الأسرة والمجتمع. من جهة أخرى، دعا المختصون في القانون وأجهزة الأمن إلى العمل بتنسيق وتكامل من أجل حماية حقوق الأطفال ومكافحة الممارسات الضارة، وذلك خلال توصيات قدمت في اجتماع عقد في 27 من فبراير بمدينة دقم حري. وفي اللقاء الذي جمع ممثلين من 6 مديريات مع أعضاء من وزارتي العدل والشرطة والأمن، أوضح السيد حروي براخي عضو وزارة العدل بأن الممارسات التي تنتهك حقوق الأطفال وتعرض صحة المجتمع للخطر تعد جرائم يحاسب عليها القانون، مؤكدا ضرورة تطبيق القانون لحماية المجتمع.
يشهد إقليم عنسبة تنظيم أنشطة وفعاليات متنوعة بمناسبة 8 من مارس يوم المرأة العالمي، وذلك احتفاء بدور المرأة ومكانتها في المجتمع. وفي هذا السياق أوضحت مسؤولة الشؤون التنظيمية والسياسية في فرع الاتحاد الوطني للمرأة بإقليم عنسبة السيدة فايزة الدالة أن يوم 8 من مارس يعد مناسبة لتسليط الضوء على إسهامات المرأة في المجالات الثقافية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية، مؤكدة بأن جميع فئات المجتمع وخاصة المرأة يحتفون بهذه المناسبة بكل فخر واعتزاز. وأضافت أن الفعاليات في إقليم عنسبة انطلقت منذ أواخر شهر فبراير، وتضمنت برامج وأنشطة تبرز دور المرأة الإريترية وإسهاماتها المتواصلة في مسيرة التنمية والبناء الوطني. وفي ختام حديثها دعت السيدة فايزة الدالة الشابات إلى إدراك أن ما بلغناه من تقدم هو ثمرة تضحيات الأجيال السابقة من النساء، مشددة على أهمية تعزيز المعرفة والمهارات والكفاءة من أجل توسيع دائرة العطاء والمشاركة الفاعلة في مختلف المجالات. من جانب آخر، نظم فرع الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة لموظفي إدارة إقليم عنسبة ندوة تناولت خلفية تأسيس الاتحاد الوطني للمرأة ودور المرأة في الكفاح من أجل الاستغلال، إضافة إلى حقوق المرأة في إطار قانون الأسرة. ومن المقرر أن ينظم الاحتفال الرسمي بيوم المرأة على مستوى إقليم عنسبة في 5 من مارس بمدينة كرن وسط مشاركة واسعة من المواطنين. يقوم سكان ضاحية قاجرو التابعة لمديرية قلوج بتنظيم حملات لصيانة التربة وحفظ المياه، وتهدف الأنشطة والحملات التي يتم تنظيمها منذ منتصف يناير إلى استقرار البيئة وتعزيز الدخل الزراعي للمواطنين. وأوضح مدير الضاحية السيد عرفة محمود بأن البرنامج يتم تنفيذه في مناطق الرعي تحت إشراف الخبراء الزراعيين وبمشاركة فاعلة من المواطنين. وذكر خبير صيانة التربة وحفظ المياه والمشرف على البرنامج السيد حروي عبيو بأنه تم زراعة أكثر من 200 هكتار من الأراضي الزراعية حتى الآن بمشاركة 400 مواطن في الحملات يوميا. مشاهدينا الأفاضل، كانت هذه الأخبار الداخلية. فاصل قصير ونوفيكم بالأخبار العالمية. ابقوا معنا. مرحبا بكم على الصعيد العالمي. شن الجيش الإسرائيلي موجة جديدة من القارات العنيفة على طهران بعد إصدار إنذار لسكان العاصمة الإيرانية، كما دوي انفجار في محافظة أصفهان في حين أفاد الجيش الإيراني بمقتل 13 جنديا في هجوم إسرائيلي على قاعدة عسكرية بمحافظة كرمان جنوبي البلاد. ومن جهة أخرى، أعلنت السعودية أن السفارة الأمريكية بالرياض تعرضت لهجوم بمسيرتين دون وقوع إصابات. كما قالت قطر أنها تصدت بنجاح لصاروخين باليستيين استهدفا عدة مناطق في الدولة. وأعلنت الكويت أنها تعاملت مع موجة من الصواريخ والمسيرات التي رصدت في أجواء البلاد. وبدوره، قال العميد إبراهيم جباري مستشار قائد الحرس الثوري الإيراني أمس الاثنين أن مضيق هرمز أغلق، مشددا على أن قوات الحرس الثوري ستستهدف أي سفينة تحاول العبور. ومن الجانب الأمريكي، توعد الرئيس دونالد ترامب إيران بضربها بقوة، معتبرا أن الموجة الكبيرة لم تحدث بعد وستأتي قريبا، وقال أنه لا يستبعد إرسال قوات إلى إيران. في الأثناء، أصدر الجيش الإسرائيلي أوامر إخلاء لسكان بلدات جديدة في لبنان، ونفذ غارات بالضاحية الجنوبية لبيروت، وتوقل في مناطق بالجنوب اللبناني. وأظهرت بيانات ملاحية أن 15 طائرة عسكرية أمريكية قادرت قاعدتي موراندي لافروتيندا وروتا جنوبي أسبانيا، وذلك بعدما رفضت مدريد استخدام الولايات المتحدة القاعدتين لتوجيه ضربات لإيران. قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن فرنسا ستزيد حجم ترسانتها النووية وتعزز قدراتها الردعية، وذلك في أول زيادة من نوعها منذ عام 1992 في ظل تزايد مخاطر النزاعات العالمية واحتمال تجاوزها العتبة النووية. وقال ماكرون في خطاب ألقاه من القاعدة العسكرية التي تستضيف القواصات الفرنسية الحاملة للصواريخ البالستية في منطقة بريتاني، قال أن العالم يمر بمرحلة اضطراب جيوسياسي محفوفة بالمخاطر، مضيفا أن هنالك حاجة إلى تشديد نموذج الردع الفرنسي. وتركز خطاب الرئيس الفرنسي حول تحديث العقيدة الفرنسية بشأن الاستخدام المحتمل للأسلحة النووية، حيث أكد ماكرون أن بلاده ستزيد عدد الرؤوس النووية في ترسانتها، مشددا على أن تحديث ترسانتنا أمر أساسي، وموضحا أنه أصدر أمرا بزيادة عدد الرؤوس النووية. وأضاف أن فرنسا التي تمتلك رابع أكبر ترسانة نووية في العالم والمقدرة بنحو 290 رأسا نوويا لن تكشف بعد الآن تفاصيل إضافية عن مكونات ترسانتها، مؤكدا في الوقت نفسه أن بلاده لا تسعى إلى الدخول في أي سباق تسلح.
اختتمت الفلبين واليابان والولايات المتحدة الأمريكية مناورات بحرية استمرت 4 أيام قرب مضيق باشي بين الفلبين وتايوان، موسعة بذلك نطاق التدريبات إلى ما وراء بحر الصين الجنوبي لأول مرة. وأجريت المناورات في إطار برنامج التعاون البحري متعدد الأطراف للفلبين، والذي سبق أن شاركت فيه دول أخرى مثل أستراليا وكندا ونيوزيلندا. وفي اليوم نفسه أجرت الفرقاطة أنطونيو لونا والمدمرة ديوي التابعة للبحرية الأمريكية تدريبات تضمنت عمليات مضادة للغواصات جنوب الحدود الفلبينية مع قناة باشي، وهي ممر مائي حيوي للملاحة والتجارة الدولية في حال نشوب نزاع بين تايوان والصين. في الخبر الأخير، افتتحت فعاليات المؤتمر العالمي للجوال 2026 في مدينة برشلونة وسط تركيز واضح على الجيل الجديد من الروبوتات والتقنيات الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي. هذا الحدث التقني تجاوز منذ زمن كونه منصة للكشف عن أحدث الهواتف الذكية، ويركز هذا العام على ابتكارات الذكاء الاصطناعي وما يسمى بعصر الذكاء الاصطناعي في كل شيء ومستقبل السفر عبر المطارات، إضافة إلى نقاشات حول تقنيات الجيل الخامس والجيل السادس. وبينما تقدمت الولايات المتحدة والصين في شبكات الجيل الخامس المستقلة مقدمتان تطبيقات حقيقية للأتمتة الصناعية في الموانئ والمصانع، لا تتجاوز حصة أوروبا حاليا 3% من نشر هذه الشبكات. واستعرضت الشركات مجموعاتها المتنامية من الروبوتات الشبيهة بالبشر، حيث أكدت أن تصنيع واسع النطاق للروبوتات البشرية يعد شرطا أساسيا لتحقيق تقدم ملموس في تقنيات الذكاء الاصطناعي. في نهاية نشر لكم تذكير بأبرز ما جاء فيها من عناوين. مستشفى عتاقة حموس للولادة يحسن جودة خدماته. مؤسسة القلال والمواشي تقدم الجرائم بأسعار مناسبة في صنعته. الاتحاد الوطني للمرأة يعزز تنظيم المرأة لمكافحة الممارسات الضارة في إقليم القشبركة. غارات إسرائيلية على طهران وهجمات إيرانية على دول المنطقة. إيمانويل ماكرون يعلن زيادة رسالة فرنسا النووية. انتهى مناورات أمريكية يابانية فلبينية مشتركة قرب تايوان. مشاهدينا الأفاضل، بهذا نكون قد وصلنا بكم إلى نهاية النشرة. شكرا على حسن المتابعة، دمتم بألف خير.